تخيل معايا يا صديقي انك تصحى الصبح بتقرا الصحيفة اللي المملكة كلها بتقراها، تلاقي في خبر بيتكلم عن مدى ضعف قصائد شياطين. اللي قدامنا ده هو اورون وده اللي حصل معاه. فيا ترى ليه حصل معاه هذا الكلام؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله يا صديقي في هذه القصة القوية جدا. بس قبل ما نبدأ هذه القصة، انت طبعا عارف انك بتتفرج على فيديو في قناة لسه جديدة، فاشتراكك هيكون مهم جدا علشان الفيديو ده يوصل لناس اكتر، وكمان لما تعمل لايك ده هيساعد الفيديو جدا. فعشان هذا المجهود اللي انا عملته في الفيديو ارجوك لا تبخل بهذه الاشياء. مش هتكلم كتير، نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا نبدأ قصتنا. الولد اللي اتكلمنا عنه ده اسمه اورون، وهو زيك كده يا صديقي بيتعب كتير ولكن ما حدش بيقدر مجهوده. في يوم من الايام اورون بيلاقي نفسه مطرود من فرقته، فرقة البطل، الفرقة اللي انشأها هو وصديقه اوليفر، ووصلت لان هي تكون من اقوى الفرق اللي بتحارب الشياطين. اورون مصدوم وبيقول له اوليفر ازاي احنا اصدقاء طفولة، احنا عمرنا ما تفرقنا ووصلنا لهنا سوا. بيقول له اوليفر ايوه لولا انك صديقي ما كنتش اديتك الفرصة انك تكون موجود معانا كل هذا الوقت. بتقول له البنت اللي اسمها انيلي قول له الحقيقة، وديريك بيقول له اورون انت خلاص بقيت عبء علينا. اوليفر بيقول له انت مش قوي كفاية علشان تكمل معانا في فرقة البطل. اورون يا صديقي بيسمع هذا الكلام وهو في حالة صدمة، لانه كون فرقة البطل مع اوليفر من كام سنة، وبرغم كده عملوا انجازات كبيرة جدا، اهمها هو الوصول للطابق 94 في الديماس العظيم الجنوبي. بيقول له اوليفر احنا ادركنا مدى اهمية وجود معزز قوي معانا، والمعزز ده يا صديقي هو شخص بيعمل تعاويذ سحرية، ولكن التعاويذ دي خاصة في ان هي تدعم باقي افراد الفرقة، تدعم هجماتهم وتدعم قوتهم بشكل عام. بيقول له اوليفر بقى احنا في الغارة الاخيرة شفنا براعة معززة الفريق الاخر، وعرفنا ان سحرك بتاع التعزيز هو السحر ضعيف جدا. بيقول له اورون ده طبيعي، انا اصلا سياف. بيقول له دريك وانت بقيت معزز لان اوليفر سياف احسن منك. انيلي بتقول له حتى وانت معزز برضه ضعيف. بيقول لهم اورون ان احنا احتاجنا معزز فعشان كده هو غير دوره، وانما مش علشان اوليفر سياف احسن منه، بل وكمان اورون ابتكر انواع سحر خاصة بيه علشان يداري على العيوب اللي عنده واللي هو معترف بيها. بيقول له اوليفر مش مهم، احنا لقينا بالفعل معزز افضل منك. يا اصدقائي ده معناه ان هم مقررين يطردوا اورون من الفرقة خلاص. بيعرف اورون كده ان هو خلاص ما بقاش ليه مكان معاهم. بيشكرهم على الفترة اللي قضاها معاهم وبيرحل اورون. وفي الوقت الحالي اورون بيقاتل في الديماس شياطين وبيطور مهارات سيفه. بعد ما بيخلص اورون وقبل ما يرحل بيلاقي فرقة مبتدئين بيهربوا وهم خايفين. بيقولوا افراد الفرقة كويس ان احنا هربنا من هؤلاء الشياطين، بس واحد منهم بيقول ولكن البنت الصغيرة اللي احنا سبناها ورانا غالبا زمانها ماتت. بيقول قائد الفرقة مش مهم، هي انضمت لينا النهاردة فقط، المهم ان انا عرفت انقذكم يا اصدقائي. الكلام ده لما بيسمعه اورون بيتضايق جدا لانه هو لسه مجرب شعور ان يتم التخلي عنك. بيسأل المبتدئين دول البنت دي مكانها فين بالظبط. وفعلا يا صديقي في بنت صغيرة قدامها مجموعة من الشياطين محاصرينها، بتحاول تصنع تعاويذ ولكن تعاويذها ضعيفة جدا. بتقول ارجوكم حد يساعدني. وبيوصل اورون عندها وبيبدأ في مقاتلة الوحوش الشيطانية. بيقتل اورون الوحوش بسحر الدعم وهو في نفس الوقت بيستخدم سيفه. البنت مستغربة وبتقول يا ترى هو معزز ولا سياف. اورون يا صديقي بيقدر يعمل تعاويذ تعزيز لسيفه، علشان كده ضرباته قوية جدا وبتقتل كل الوحوش. بيقول اورون هو فهم ليه الفرقة دي هربت، وبرغم ان في وحوش كتير ولكن بمستواه الحالي يقدر يهزمهم، وبالفعل بيقدر اورون لوحده يخلص على كل هؤلاء الوحوش. البنت الصغيرة بتعيط بعد ما كانت قريبة من الموت. بيطلعها اورون بره الديماس وبيقول لها يلا مع السلامة. بتقول له استنى ارجوك انا لسه ما شكرتكش، انا اسمي صوفيا كلوديل. بيسمع اورون اسم عائلة كلوديل وكمان بيشوف شعار الارنب ده على زيها، وواضح ان هو عارف هي تبع مين. بيقول لها وانا اسمي اورون. بتقول له صوفيا انا هعزمك على العشاء كالشكر مني ليك لانقاذك حياتي. بيحاول اورون يرفض ولكن صوفيا بتصر في طلبها، وبيروحوا فعلا للمطعم اللي عليه علامة الارنب دي برضه. بيقول اورون اذا هي من جماعة ارانب سماء الليل الفضية، دي واحدة من اكبر العشائر المتخصصة في صيد الشياطين. داخل المطعم صوفيا بتقابل اختها سيلما كلوديل، واحدة من اقوى معززات نقابة ارانب سماء الليل الفضية.
ويا محسن الصدف هي واورون يعرفوا بعض لانهم تشاركوا في احدى الغارات. وحتى قبل ما يتشاركوا في تلك الغارة فاورون بيقول ان سيلما مشهورة جدا لان هي تعتبر اقوى معززة في القارة. هي اساسا اللي اخترعت فكرة الادوار، قسمت الفرقة لمهاجمين بيقاتلوا بالسيف ومدافعين بيتصدوا للضربات وبيشتتوا الوحوش وداعمين في الخلف بيدعموا هؤلاء. بتقول صوفيا لاختها ان اورون هو اللي انقذ حياتها. بتغضب سيلما من اختها الصغيرة علشان اتحركت لوحدها مرة تانية، بس بتشكر اورون على مساعدته ليها. بيقعدوا يتكلموا مع بعض عن الغارة الاخيرة اللي راحوها سوا. صوفيا بتقول انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ بتقول لها سيلما هو انت ما تعرفيش اورون ده المعزز بتاع فرقة البطل المشهورة. بتتفاجأ صوفيا كده وبتبدأ تتوتر. بيقول لها اورون ما فيش داعي للتوتر، انا خلاص ما بقتش عضو في فرقة البطل. بتقول سيلما ازاي يقدروا يسيبوا الشخص زيك؟ بيقول لها دي شوية خلافات وكل واحد راح لطريقه. بتقول له سيلما طب ده معناه انك حاليا متفرغ؟ بيقول لها ايوه. بتفكر سيلما شوية كده بس قبل ما تتكلم اورون بيقول لها استني، انا ما عنديش نية اني انضم لاي نقابة في الفترة الحالية. بتقول له لا انا ما كنتش هطلب منك كده، بما انك متفرغ فانا عايزة مساعدتك في شيء مهم جدا بالنسبة لنا. عايزك تيجي معانا في بعثة تدريبية للطلاب المبتدئين عندنا في العشيرة، تجربة عملية علشان يتعلموا منها مقاتلة الوحوش، وفي مجموعة من اصحاب الرتبة ايه هيكونوا مرافقين ليهم. هنقعد 3 ايام وهننزل 50 طابق في الديماس الجنوب العظيم. بيقول اورون 50 طابق في 3 ايام ده شيء صعب جدا. بتقول له سيلما للاسف ده المطلوب مننا ولازم ننفذه. بيفهم اورون على طول ان نقابة الارانب الفضية بتمر باوقات صعبة، علشان كده محتاجين ينفذوا مهمات بتلك الصعوبة. بيقول لسيلما يعني انتوا عايزين المبتدئين يتعمقوا في الديماس حتى لو ما هزموش زعماء الطوابق علشان يتسجل لهم ان هم وصلوا لهذه المراحل وتزيدوا من قوة العشيرة. بتتفاجأ سيلما من ذكاء اورون واكتشافه للموضوع بتلك السرعة. في الطوابق بتاعت الديماس يا اصدقائي في وحوش اقوياء هم الزعماء، لو مقاتل قوي هزمهم فهيتسجل لباقي الفرقة ان هم وصلوا لذلك الطابق. بتقول سيلما لاورون انا بحترمك جدا وعايزاك تساعدنا وتكون معانا، بس اورون من جواه بيقول انا لو رجعت العب دور المعزز تاني فانا مش هكون مبسوط بعد اللي حصل. بيعتذر لسيلما ان هو مش هيقدر يجي. بتقول له صوفيا ولكني هروح وعايزاك تكون معانا لانك قوي جدا، ارجوك تعالى معانا. بيقول لهم اورون خلاص هفكر، بس بيقول لسيلما خلي بالك انا لو جيت فهكون موجود بصفتي سياف وليس معزز. بتتفاجأ سيلما لان هي شافته كمعزز في الغارة اللي جمعتهم، بس بتقول مش مشكلة لو الدنيا بقت صعبة في التدريب فهيساعدنا برضه كمعزز. بعد اللقاء الجميل ده بيروح اورون يقعد مع جده ويحكي له اللي حصل معاه في فرقة البطل. بيقول له جده انت هتفضل زي ما انت اورون، سواء كنت في فرقة البطل او في مكان تاني، انا واثق في قدراتك، انت اكتر شخص مجتهد انا شفته في حياتي، انت هتكون ناجح في اي مكان تختاره يا اورون. بنروح دلوقتي يا اصدقائي عند سيلما اللي واقفة تتكلم مع قائد عشيرة الارانب الفضية اسمه فينس برايراز، وبيقول لسيلما ان اورون كان من اهم اعضاء فرقة البطل، وخروجه من فرقة البطل فده شيء هيقلل قوتهم بشكل كبير جدا. بتقول له سيلما نعم سحره الداعم وصلهم لمكان محدش قبل كده وصلوا، برغم ان تأثير سحر اورون الداعم اقل قوة من المتوسط ولكنه اسرع مني ب4 اضعاف في انشاء التعاويذ السحرية، بالاضافة لان هو عنده قدرة على تحليل الوضع وتوجيه سحره بطريقة مثالية جدا، تقريبا عنده كل المهارات اللي بيحتاجها اي معزز. وبتقول انا حاسة ان عودة الارانب الفضية للقمة حاليا بقت محتملة. بيقول لها فينس انا سمعت عنه كتير في الغارة اللي فاتت، ولما يجي معنا التدريب ادينا هنشوف حقيقته. المهم يا صديقي ان تاني يوم اورون بيروح عند مقر عشيرة الارانب الفضية وبيقابل فينس اللي رحب بيه جدا. بيقعد معاه ومع سيلما اللي بتشرح له كل حاجة تخص هذه البعثة. بتقول له زي ما قلت لك امبارح هنطلع من الطابق الاول لل50 في 3 ايام، وفي 10 فرق من المبتدئين بالاضافة ل5 مرافقين من بينهم انا وانت. فرق المبتدئين هتتعامل مع الوحوش بالدور، ولو ظهر وحش قوي المرافقين هيتدخلوا. وبتسأل اورون هل عندك اي اسئلة؟ بيقول لها ايوه هو ليه في 5 مرافقين فقط؟ الموضوع صعب اساسا ومفروض انكم تقللوا المخاطر باشراك مرافقين اكتر. بتقول له سيلما اللي واضح ان هي متوترة ان هم برضو عايزين يحطوا ضغط على الطلاب المبتدئين، مش عايزين الموضوع يكون سهل قوي. اورون من جواه عارف ان مش هو ده السبب الحقيقي، بس بيقول كده كده مش هيعرفوني، انا برضو مش واحد منهم. في النهاية اورون بيقول لهم خلاص انا هكون متواجد معاكم. تاني يوم يا اصدقائي
اصدقائي بيروح اورون لمكان الديماس وبيشوف الطلاب المبتدئين حاضرين للتدريب. بتوصل سيلما وصوفيا الفرحانين بوجوده جدا، خصوصا صوفيا اللي مبسوطه ان الشخص اللي انقذ حياتها موجود معاهم. بتقول سيلما ان الطلاب شكلهم متوترين، تعال معايا يا اورون علشان انت هتساعدني في تخفيف توترهم. بتروح سيلما الاول تعرف اورون على الثلاث مرافقين اللي هيكونوا معاهم، انسيم مدافع وبرنارد مدافع برضه وكاثي هي شافية. وكده سيلما معززة واورون مهاجم، فالامور متوازنة جدا. واورون لسه من جواه برضه بيفكر يا ترى ايه هدف هذا التدريب، حاسس ان في حاجة غريبة. وبنعرف ان سيلما زعلانة لان عشيرة الارانب الفضية لسه خسرانة عضو قوي جدا، وكانت كلمت فينس قبل ما ييجوا وطلبت منه ان اورون ينضم ليهم، ولكن هو قال لها ان اورون معزز زيك، وجوده معانا مش هيمثل اضافة لان انت بالفعل قوية جدا. ولكن برغم قوة سيلما اللي الكل معترف بيها، بتقول من جواها ان عشيرة الارانب الفضية ما عملتش اي تقدم خلال السنة اللي فاتت، لحد دلوقتي هم مش قادرين يعوضوا الخسارة اللي حصلت لهم. ولكن هي عندها احساس ان اورون هيكون هو الامل ليهم. بتستعيد سيلما ابتسامتها وبتقول يلا علشان نبدأ. بتقف تكلم الطلاب المبتدئين وبتقول لهم انا عارفة ان مهمتنا صعبة، بس انا جبت شخص قوي جدا علشان يساعدنا، اورون العضو السابق لفرقة البطل اللي قدروا يوصلوا للطابق 94 اللي محدش وصل له قبل كده. الطلاب بيتفاجئوا وبينبهروا باورون، واورون مصدوم علشان سيلما عمالة تفخم فيه جامد وكله بقى شايفه الشخص غير عادي. والطلاب اتحمسوا علشان معاهم شخص قوي زي ما سيلما بتقول. بيقول اورون لسيلما بعدها انا حاسس ان انت زودت الموضوع شوية. بتقول له ان جزء من عملهم ان هم يخلوا الطلاب متحمسين ويقللوا توترهم، وكمان هو وصل للطابق 94 فعلا وده مش كدب ابدا. بتعرفوا سيلما ان هو هيقود الفرقة رقم 10، ودول اكتر طلاب مميزين عندهم، لو قدروا يتعلموا التعاون مع بعض فهيكونوا اضافة قوية جدا للعشيرة. بيروح اورون للفرقة 10 المكونة من 3 طلاب مبتدئين فقط، منهم صوفيا اخت سيلما. بيعرف الولد الاول بنفسه وبيقول اسمي لوغان هايوارد، انا المعزز اللي هيكون اقوى من سيلما يوما ما. والتانية هي كارولين انجولت وهي مدافعة. بيسألها اورون امال فين الدرع بتاعك؟ بتقول له انا مش بستخدم الدروع وانما بعتمد على اسلوب المراوغة لاني سريعة جدا. بيقول لها على فكرة انت لسه صغيرة على اعتمادك لذلك الاسلوب، ولكني هكون معاك وهساعدك. وبيجي دور صوفيا اللي بتقول ان هي مهاجمة خلفية. بتبدأ المهمة يا اصدقائي والفرق دخلت للديماس. بتسأل كارولين اورون هو ليه موجود في فرقة البطل وجاي علشان يساعدهم. بيقول لها اورون انا انسحبت منها وما بقتش موجود معاهم حاليا، واثناء ما هم ماشيين بنشوف ذئبين بيظهروا وراهم وبيهجموا عليهم، ولكن اورون بيبص عليهم وبتظهر تعويذة في الارض بتقتلهم مباشرة. بيقول اورون ان الفخاخ اللي هو بيعملها هتكون مفيدة ليهم جدا. الفرقة يا اصدقائي دلوقتي بتتقدم في الطوابق الاولى اللي كلها حاجات سهلة والتدريب ماشي كويس. اورون بيلاحظ ان لوغان فعلا معزز قوي، بيقول ان هو هيكون مفيد جدا لو قدر يحافظ على ادائه في القتالات الطويلة، هيكون من الفئة A بسهولة. مشكلته بس ان هو مش بيعرف يدي الاوامر للبقية، وده شيء مهم جدا بالنسبة للمعزز. كارولين سريعة ولكنها مندفعة وعايزة تهجم على الوحوش دايما، وصوفيا مش اكتر واحدة مبهرة ولكن برضو ما عندهاش عيوب كتيرة، مستواها كويس بشكل عام. وفي اليوم الاول من التدريب بيقدروا يوصلوا للطابق ال20 وبيسجلوا وصولهم ليه. بعد ما بيخرجوا من الديماس اورون بيكلم سيلما وبيقول لها ان الفرقة 10 موهوبين جدا عندهم قدرات، وهو متحمس انه هو يكون معاهم في الطوابق اللي اعلى. بيجي تاني يوم يا اصدقائي وفي الصباح اورون بيكون في حالة صدمة. بيقرأ الصحيفة اللي فيها خبر ان فرقة البطل طردوا المعزز بتاعهم لانه هو ضعيف وهيجيبوا معزز اقوى منه. طبعا ده شيء صعب جدا، خصوصا ان كل المملكة تقريبا بتقرأ تلك الاخبار. واورون متضايق بس علشان صورته قدام الطلاب مش هتكون زي الاول، ولكنه برضه هو راجل رايق مش فارق معاه حاجة وبيقول مفيش مشكلة يلا احنا هنعمل ايه، خلينا نروح للتدريب. وهو رايح للتدريب بيقابل اورون صديقته من فرقة البطل لونا اللي ما كانتش موجودة ساعة ما تم طرده من الفرقة، وهي الوحيدة اللي كانت رافضة ان اورون يغادر فرقة البطل، ولكن حصل كده من وراها. بتيجي وبتقول له انا عايزاك ترجع لينا تاني، انا اسفة على اللي حصل وعلى اللي اتكتب في الصحيفة. بيعرف اورون من كلامها ان دي رغبتها هي لوحدها مش الكل عايزه يرجع. بيقول لها انا اسف خلاص مش هقدر ارجع تاني. لونا زعلانة وبتقول له بس انا وانت واوليفر قطعنا وعد واحنا اطفال نفضل
ونفضل سوا دايما مع بعض. بيقول لها اورون اوليفر هو اللي اخلف ذلك الوعد، روحي كلميه. بيسيبها اورون وبيرحل وهو بيفتكر ذكرياتهم سوا، برغم ان هو بيتألم ولكنه بيقول خلاص كل شيء انتهى. بيوصل اورون دلوقتي عند الطلاب اللي كلهم ما شاء الله قرأوا الصحيفة في الصباح، ولوجان متضايق وبيقول جواه هو قال لنا ان هو انسحب ما قالش ان هو اتطرد، هل هو بيكذب علينا وهو فقط شخص ضعيف؟ بتيجي سيلما اللي بتقول له انا اسفه اني فضلت اكبر فيك امبارح ودلوقتي الطلاب بقوا حاسين بالاحباط ناحيتك. بيقول لها اورون ما فيش مشاكل، انا مش متضايق اساسا، احنا قدامنا يوم طويل، خلينا نركز في التدريبات ويبقى فاضل لنا بكره وخلاص. بيروح اورون لفرقته وبنشوف ان صوفيا وكارولين مش فارق معاهم وبيقولوا له اكيد اللي اتكتب ده كله كذب. بيقول لهم اورون على فكره انا مش الشخص القوي اللي في بالكم. بتقول له صوفيا انت انقذت حياتي وانا عارفه انك قوي مهما قالوا. اللي شكله محبط جدا دلوقتي هو لوجان وما بقاش شايف اورون زي الاول. المهم ان بتبدا التدريبات وبيقدروا يوصلوا للطابق ال31 وبيقول اورون انا لازم ابدا اركز من اول هنا. بتظهر الشياطين وعلى طول كارولين بتهجم عليهم. بيدي اورون التعليمات لصوفيا ولوجان، ولكن لوجان كده شكله واثق من نفسه وبيتصرف من غير ما حد يقول له حاجه. بيدعم كارولين اللي بتقتل الوحوش، بس صوفيا واقفه خايفه ولوجان بيقول يا ترى هل اورون هيساعدها ولا لا. لوجان بيلاقي اورون واقف مش بيساعدها وبيقول خلاص انا هساعدها، ولكن قبل ما يعمل اي حاجه اورون بيستخدم تعويذه بتشل حركه الوحش اللي قدام صوفيا وبيقول لصوفيا ما تخافيش احنا معاكي. بتهدأ صوفيا وبتستخدم تعويذه متقدمه وبتقضي على ذلك الوحش. بيفرح اورون وبيقول لها احسنتي، ولوجان متفاجئ ان اورون قدر يستخدم تلك التعويذه اللي بتشل حركه الخصم دي قويه جدا. يا لوجان شكلك كده سهل ان اي حد يضحك عليك وبتصدق اي حاجه. بعد كده اصدقائي بيوصلوا لاحد الزعماء وهو ذلك العنكبوت الضخم، بس اورون الهادئ بيدي التعليمات ليهم. بيخلي لوجان يعزز كارولين وبيقول لها يلا هجيمي على العنكبوت من الاعلى. بتعمل كده كارولين فعلا وبتقف بعدها تخلي العنكبوت منشغل زي ما اورون قال لها. وفي الوقت ده بيقول له صوفيا يلا هجيمي على اقدامه. بتعمل كده صوفيا وفعلا بيسقط العنكبوت. لوجان منبهر وتشتت انتباهه واورون بيقول له ركز، واثناء تشتت انتباهه فجأة العنكبوت الساقط بيمسك كارولين بشباكه. بيقول اورون لكارولين اقطعي الشباك بالخنجر اللي معاكي، بس كارولين مش قادره. بيقول اورون لصوفيا اجهزي للهجوم، وبيقول للوجان جدد دعمك لكارولين. ومن غير ما حد ياخد باله لوجان بيستخدم تعويذه بيرفع من حده سلاح كارولين. ساعتها بتقدر فعلا ان هي تقطع شباك العنكبوت، وصوفيا اللي واقفه جاهزه للهجوم بتهجم وفعلا بتقدر ان هي تقضي على ذلك العنكبوت. قتال جامد جدا اورون علمهم فيه معنى التعاون وازاي يواجهوا الاعداء، ولوجان حاسس دلوقتي ان هو تسرع في الحكم على اورون. بعد نهايه اليوم التاني من التدريبات بتقول سيلما للطلاب خلاص بكره اخر يوم، ارتاحوا علشان نختموا ختام قوي. واثناء ما لوجان مروح مع صوفيا وكارولين بيسال صوفيا عن اورون وازاي انقذها. بتقول ان هو صنع شيء زي الاعصار كده وبعدين بدا في قتال الوحوش بالسيف. لوجان بيتفاجئ من موضوع السيف ده خصوصا ان هو شاف اورون كمعزز قوي جدا. استخدامه التعويذه زي ان هو يشل الخصوم دي حاجه حتى صعبه جدا على سيلما، ولكنه برغم ذلك استخدمها قدامه بسهوله شديده. بيقول لو هو فعلا مهاجم قوي زي التعزيز فهيكون شخص عبقري فعلا، انا عايز اكون زيه. في المساء بنشوف ان اورون كان معزوم من انسيم وبرنارد الاتنين المرافقين اللي معاه على العشاء علشان يتعرفوا اكتر على بعض. بيقولوا له ان اللي اتكتب في الصحيفه ده واضح ان هو شيء مبالغ فيه جدا وان هو ما يزعلش منهم، واورون بيقول لهم عادي انا مش فارق معايا، شكرا على اهتمامكم. بيسالوا بعدها عن سبب تغييره لدوره من معزز لسياف. بيقول لهم ان هو في الاصل كان سياف، من طفولته كان حلمه ان هو يقاتل الوحوش والشياطين ويقتلهم. لما بدا مع فرقته يتقدموا في الطوابق بدات الوحوش تكون اقوى، فساعتها احتاجوا معزز يكون معاهم فهو اللي تطوع لذلك الدور. بيقولوا له ان هو عمل انجاز كبير جدا مع فرقه البطل خصوصا وصولهم للطابق 94 دي محدش عملها قبل كده. بيقول لهم اورون للاسف احنا خاطرنا كتير جدا وكان مفروض ان احنا نتمهل نتدرب الاول ونرفع من قوتنا قبل ما نوصل لهناك، ولكن عموما يا اصدقائي بنعرف من كلام اورون ان هدفه حاليا ان هو يكون سياف قوي جدا قادر ان هو يتجاوز الطوابق لوحده بدون مساعده اي شخص. وعند كارولين وصوفيا بنشوف صوفيا حزينه جدا علشان بكره اخر يوم هتشوف في اورون. بتقول لها كارولين انت لازم تطلبي منه ان هو ينضم لينا لعشيره الارانب، هو هيسمع كلامك. بيجي تاني يوم يا اصدقائي واورون بيوصل عند فرقته اللي بيستقبلوه هم مبسوطين جدا. كارولين بتقول لاورون صوفيا عايزه تقول لك حاجه، ولسه صوفيا هتتكلم وتطلب منه
منه ان هو يفضل معاهم، ولكن سيلما بتنده على اورون وبتقول له انا عايزه مساعدتك. بيسيبهم اورون، واثناء ما هو رايح لسيلما بيسمع الطلاب المبتدئين بيتكلموا عن فرقه البطل، بيقولوا ان فرقه البطل هتدخل الديماس النهارده علشان يختبروا تعاونهم مع المعزز الجديد، وهيبداوا من الطابق 92. بيستغرب اورون وبيقول لو هم عايزين يختبروا تعاونهم مفروض يبداوا من طابق اسهل من كده. وفي الطابق 92 فعلا فرقه البطل هناك ومعاهم العضوه الجديده اللي حلت مكان اورون. اوليفر بيقول خلاص كده الغبي ده ما بقاش معانا وهنقدر نستخدم كل قوتنا. طبعا اللي مش راضيه باي حاجه هي لونا. بنرجع لورا قبل يومين يا اصدقائي، بنشوف العضوه الجديده كانت لسه واصله وبتعرف بنفسها، بتقول انا اسمي فيلي كاربنتر المعززه الجديده، فخوره اني بقيت عضوه في فرقه البطل. ومن كتر فرحتهم بيها عاملين لها حفله استقبال. يا سلام، ده اورون كان تقيل على قلبكم قوي. بتوصل لونا وهي مش عارفه اي حاجه وبتستغرب من وجود شخص غريب معاهم. بتقول لاوليفر والبقيه انا سمعت ان اورون هيكون موجود مع ارانب الفضه في التدريب بتاعهم، ازاي ده حصل؟ بيتصدموا كلهم وبيقولوا ازاي شخص ضعيف زيه قدر يلاقي مكان تاني بهذه السرعه. لونا بتقول يلاقي مكان تاني ايه؟ هو انتوا عملتوا ايه؟ بتعرف منهم ان هم قاموا بطرد اورون اثناء ما كانت هي مش موجوده. بتتضايق وبتقول انا ما وافقتش على هذا القرار، مفروض تفهموا ان اورون هو سبب قوتكم ومن غيره مش هتقدروا تكملوا في الطوابق اللي بعد كده. احنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي بفضل اورون. كلام لونا الانفعالي واللي مليان مشاعر مش هيغير اي حاجه لان فات الاوان، وكمان هو غير مقنع بالنسبه لاوليفر والبقيه. بيقول لها اوليفر احنا هنختبر قوتنا مع بعض في الطابق 92 ولو الامور تمام هننتقل للطابق 94. بتقول له لونا انا معترضه، انا مش عايزه اموت، لو عايز نختبر قوتنا وتعاوننا يبقى في طابق اسهل من كده. ولكن كالعاده هم بيعرضوا كلامها وبيقولوا لها احنا دلوقتي اقوى، اورون ده ما بقاش معانا وهنقدر نتقدم اكتر واكتر كمان. بتقول لهم بلاش الطابق 92 لان التنين الاسود اللي هناك صعب جدا مواجهته. بيقول لها اوليفر احنا هنروح هناك بس كتدريب مش هنقاتل التنين. وفي الوقت الحالي هم فعلا بيواجهوا ماموث في الطابق 92. اوليفر بيقاتل ولكنه حاسس بحاجه غريبه، كأن في حمل تقيل على جسمه. وفيلي برغم مهاراتها كمعززه سحرها قوي جدا ولكنها مش قادره تحافظ على السحر ده يفضل موجود لفتره كافيه. وديريك اثناء تصدياته للهجوم بقى حاسس ان هو بيتأذي، وانيلي هجماتها مش قويه زي الاول. كلهم حاسين ان جسمهم اضعف وحركتهم تقيله جدا. اوليفر طبعا مصدوم جدا، بيقول المفروض ان سحر الدعم بتاع فيلي اقوى من اورون. والوضع يا اصدقائي عمال يصعب عليهم اكتر واكتر، ما بقوش قادرين يتصرفوا قدام هذا الماموس اللي كانوا هزموه بسهوله في وجود اورون. اوليفر بيطلب من فيلي ان هي توجههم وتديهم التعليمات، ولكن فيلي بتقول لهم انا ما عنديش مهاره ان انا اقدم التعليمات واوجهكم. يا اوليفر بدات دلوقتي تعرف قيمه اورون. يا خساره الكلام ده متاخر جدا. لونا طبعا اللي فاهمه كل حاجه بتقول لهم هو انتوا لسه مش عارفين ايه السبب ضعفكم؟ اليس كذلك؟ خلوني اقول لكم. ولكن قبل ما لونا تقول بيسمعوا الصوت مرعب. هي دي المصيبه، التنين الاسود وصل عندهم. اوليفر بيقول المفروض التنين ما يخرجش بره منطقه الزعيم، ايه اللي جابه هنا؟ والتنين بينزل على الماموس اللي كان معذبهم بيدمره كانه حشره. لونا بتقول خلونا نهرب، بس ديريك وانيلي بيقولوا لا احنا هنقاتل. الله على الشجاعه لما تكون مش في وقت مناسب خالص. اوليفر بيقول احنا هزمناه قبل كده ونقدر نعملها تاني. بيهجم التنين ودريك بيحاول يتصدى لضربته ولكنه بيتصاب. لونا بتبدا تعالجه قبل ما يموت. فيلي واقفه مكانها مش قادره تتحرك من الخوف. ضربات انيلي ولا ليها اي لازمه. بتتعرض للهجوم هي كمان وبتقع. لونا بتقول لاوليفر لازم نهرب والا هيقضى علينا. بس التنين بيجهز لهجومه النار القوي. اوليفر بيفوق فيلي وبيقول لها ادعميني. بيجمع اوليفر كل قوته في سيفه وبيتصدى لهجوم التنين بالعافيه. اوليفر مصدوم وبيقول للونا قولي لنا مفروض نعمل ايه؟ التنين دلوقتي بيجهز لهجوم تاني. بتقول لونا ما قدامناش حل تاني غير ان احنا نستخدم بوابه التقارب. البوابه هتنقلنا لمكان قريب هنا، غالبا هيكون في طابق اخر، هيكون في وحوش ولكن اكيد مش بنفس قوه هذا التنين المرعب. وفعلا اوليفر بيطلع البوابه اللي معاهم وبيفتحها. التنين بيشوف البوابه اتفتحت وهم رايحين عليها دلوقتي. بيهجم بنيرانه عليهم وبيبعدهم بعيد عن البوابه، وبسرعه بيطير والتنين هو اللي بيعدي من جوه بوابه التقارب والبوابه بعدها بتتقفل. ديريك مبسوط وبيقول الحمد لله ان هو مشي من هنا. لونا بتقول ده اسوأ حاجه ممكن تحصل. اوليفر استوعب وبيقول هو كده ممكن ينتقل لطابق اخر في الديماس اليس كذلك؟ بتقول له لونا نعم، وحاليا في مجموعه من المبتدئين موجودين داخل الديماس، وفي تنين اسود ممكن يظهر قدامهم
قدامهم وهم مش عارفين حاجة. بتقول لهم احنا لازم نرجع للنقابة ونطلب منهم يستخدموا النقل القسري علشان يخرجوا الجميع من هنا فورا، هو ده خيارنا الوحيد. بيقول اوليفر ولكن ساعتها هنتعرض لعقوبات قوية جدا من النقابة، ولكن ده مش وقت القلق، لازم نتحرك فورا. يا سلام طلع عندك دم يا اوليفر. بتبدأ لونا تعالج ديريك واونيلي اللي اتصابوا، وبتقول لونا ان بعد ما يعملوا النقل القسري هتطلب منهم النقابة ان هم يقتلوا التنين. ساعتها لازما يطلبوا من اورون ان هو يساعدهم. بتقول لهم لونا ان قبل ظهور التنين انا كنت هقول لكم ايه سبب ضعفكم. بيقول لها اوليفر قولي. بتقول له انتوا زي ما انتوا مفيش حاجة اتغيرت، اللي اختلف ان اورون ما بقاش موجود معاكم. سحر التعزيز وقوته يا اصدقائي بيحددوا المعزز، ومدة بقائه بيحددها الهدف اللي بيكون عليه السحر، وكل ما التعزيز بيخلص المعزز بيعيده تاني على الهدف. بتقول فيلي صحيح، ولكن اللي لاحظته ان كلكم عندكم مقاومة عالية جدا لسحر التعزيز، خصوصا انت يا اوليفر سحر التعزيز مش بيدوم عليك اكتر من دقيقة. بتقول لونا علشان كده اورون اتعامل معاكم ببراعة. اورون كان كل همه ازاي يخليكم مرتاحين وبتقاتلوا بكامل قواكم، لدرجة ان هو فضل ليالي يدرس وقدر يبتكر تعاويذ جديدة اصلية مخصوصة لهذا الموضوع. كلهم بيتفاجئوا من موضوع التعاويذ الاصلية ده لان ده شيء صعب جدا مش اي حد يقدر يعمله، ولكن اورون عمله. بتخلص لونا دلوقتي علاج الاتنين وبيبداوا في التحرك نحو النقابة. بتكمل لونا كلامها وبتقول ان واحدة من التعويذات اللي ابتكرها اورون هي زيادة القوة ل50 ضعف. بيتصدم اوليفر وفيلي بتقول ده مستحيل. اوليفر بيقول يعني ضربات القوية دي كانت معتمدة على اورون. بتقول لونا صحيح، هجماتك وهجمات انيلي كانوا معتمدين على تعويذة اورون الاصلية اللي بترفع القوة ل50 ضعف، وكذلك ديريك اورون كان بيدعمه ويخليه تقريبا ما يحسش بالهجمات. والاهم من كل ده ان اورون كان بيقدر يعزز الاسلحة فقط، وده اللي خلاهم يحسوا ان هم اخف اثناء الحركة. بتقول لونا اتمنى انكم تكونوا فهمتوا المصيبة اللي انتوا عملتوها. بيقول اوليفر نعم برغم ان فات الاوان. وفرقة الابطال بتخرج بره الديماس وهم بيجروا بسرعة علشان يلحقوا ويصلحوا اللي عملوه. عند مدخل اخر للديماس فرق المبتدئين خلاص هتدخل، واورون لما بيوصل بيقول انا عندي شعور مش كويس النهارده. كارولين بتقول انا متحمسة للوحوش الجديدة اللي هشوفها وهقتلها النهارده. يا سلام عليكي تحمسي، ده انت يومك اسود. بيقول لوجان لاورون ان هو بيفكره بالسياف البرت. بيقول له اورون انت قصدك على النجم الابرز في الارانب الفضيه، ده شيء عظيم ان انا افكرك بيه. انا سمعت ان هو مات اثناء مواجهته للتنين الاسود في الطابق 92. البرت ده يا اصدقائي كان واحد من اهم السيافين عند عشيره الارانب الفضيه، وهو الخساره الكبيره اللي سيلما كانت بتتكلم عنها. بتدخل الفرقه اللي جوه الديماس وسيلما بتقول له اورون انا سمعتكم بتتكلموا عن البرت. صراحه خساره البرت كانت مدمره لينا وهي اللي خلتنا نتراجع، وفرقه البطل تقدمت علينا في الوقت الحالي. بيقول لها اورون ان هم برضو كانوا هيخسروا قدام التنين الاسود لولا بعض الحظ اللي خلاهم ينجوا قدامه. بتقول سيلما لاورون ايه رايك تنضم لينا مكانه. بيقول لها اورون ولكنكم مش محتاجين يكون موجود معاكم 2 معززين خصوصا في وجودك انت. بتقول له لا انا هحاول اقنع الرئيس انه هو تنضم لينا كسياف، بس وريني مهاراتك بقى واوعدك ان انا هكلمه. كلام سيلما كويس ولكنه مش بيثير اي حاجه عند اورون ومش متحمس خالص. في المملكه لونا كانت وصلت عند النقابه وبتدخل وبتقول فين الرئيس؟ ما عندناش وقت، احنا لازم ننقل كل الموجودين في الديماس الجنوبي حالا. وفي داخل الديماس كان اورون والفرقه بتاعته بيتقدموا، ولكن في مشكله بقالهم كتير ما قابلوش اي وحش خالص. هو مش حاجه وحشه يعني، ولكن المكان ده المفروض يكون فيه على الاقل وحش واحد. اورون بيقول ان في حاجه غريبه ولسه الشعور الوحش اللي عنده ما اختفاش. الوحوش هنا مستخبيه كانها خايفه من شيء، بس بيظهر شيطان صغير كده وبتهجم عليه كارولين بالسرعه وبتموته. بيقول لها اورون انت لازم تكوني حذره اكتر من كده، خصوصا ان نوع الشياطين ده سريع وكان ممكن يتفادى ضرباتك، ساعتها كنت هتحط الباقيين في خطر. وبيبدا اورون يديهم تعليمات ويعلمهم تقنيات تساعدهم في القتالات. وفي النقابه لونا بتعرف الرئيس اللي حصل وبتقول له احنا لازم نستخدم النقل القسري والا التنين الاسود هيقضي على الجميع في الديماس. بتيجي نائبه المدير وبتقول ان الموضوع ده لازم يتعمل له اجتماع ويتناقش فيه، هذا ما تنص عليه القوانين. ولكن لونا بتقول ده مفيش وقت ان احنا نطبق القوانين دي خالص، كل ما الوقت بيمر هم بيكونوا في خطر اكبر. كلام لونا الواقعي هو فعلا اللي بيتحقق. وبيبدا زعماء النقابه في تجهيز تعويذه النقل القسري، التعويذه اللي هتاخد شويه وقت قبل ما تتم لان هي من اكبر التعويذات السحريه. وعنده اورون بيكمل نصايحه وبيقول له صوفيا انت محتاجه تتعلمي الانشاء المتوازي، يعني استخدام اكتر من تعويذه في نفس الوقت. دي مهاره مهمه جدا يا اصدقائي لاي
حد بيواجه الشياطين. المهم ان بعد هذا الدرس الخصوصي في السحر والتعاويذ الفرقه بتكمل طريقها لحد ما بتوصل للطابق ال50. هناك بيقف المرافقين في مواجهه احدى زعماء الطابق. بيهجم اورون وبيضرب رجل الوحش وبيخليه يتراجع وبيصنع جدار وراه علشان يثبته وما يتحركش. وكارولين وصوفيا ولوجان بيتفرجوا على معلمهم ومنبهرين. سيلما بتصنع تعاويذ الدعم وبتستخدم 5 تعاويذ مره واحده، وبضربه جامده من انسيم وبرنارد بيقضوا على ذلك الزعيم. قتال مثالي وتعاون مهم بين كل من ارون وسيلما والبقيه. بيظهر زعيم تاني ولكن المره دي سيلما بتقول له اورون انت اللي هتقاتله وتهزمه. بيقول لها انت بتتكلمي كأن الموضوع سهل جدا. بتقول له انا واثقه فيك. سيلما عايزه تتاكد من مهارات ارون بالسيف، وفعلا ارون بضربه واحده منه بيكسر مخلب الوحش القوي. بيقول ارون ان هو استخدم تعويذه اصليه بيقدر يرفع بيها قوه الضربه ل100 ضعف، ولكن تلك القوه بتترفع في لحظه واحده فقط. سيلما بتشارك ومبسوطه بقوه اورون، وبتتم هزيمه الزعيم الاخر بنجاح. الكل سعيد ومبسوط، واورون بيقول كده خلاص مهمتي معاهم انتهت. ولكن للاسف تلك السعاده مش بتدوم لوقت طويل علشان التنين الاسود بيظهر في الطبق اللي هم موجودين فيه. مصيبه كبيره حلت على نقابه الارانب الفضيه. الكل مش مصدق ومصدوم من اللي هم شايفينه قدامهم. اورون عمال يفكر ايه الحل دلوقتي. هو يقدر يهرب ولكن المتدربين دول مش هيقدروا وهيموتوا. اورون بيقول مفيش حل غير اني اقاتل التنين الاسود. بيصرخ اورون للمرافقين وبيقول لهم احموا انتوا الطلاب، وفعلا بتصنع كاس جدار بيتصدى لهجوم التنين. صوفيا خايفه على اورون بيقفز للاعلى وبيهجم على التنين وبيضربه ضربه قويه بسيفه ولكنها مش بتعمل له اي حاجه. اورون بيقول انا عارف ان المهمه دي شبه مستحيله ولكن ما قداموش اختيار تاني غير القتال والمحاوله. بيبدا اورون في تشتيت انتباه التنين بعيد عن الطلاب. سيلما بتقول هو ده الوحش اللي قتل ألبرت، هل المفروض اسيب اورون يقاتله لوحده؟ بيهجم التنين واورون بيستخدم تعويذه بتعكس الهجوم على التنين تاني. دي واحده من تعويذات اورون الاصليه اللي اول مره حد يشوفها. اورون بيقول كل الضربات دي مش هتنفع وبيستخدم 6 تعويذات دعم وبيدمجهم جواه. سيلما بتقول تلك التعويذات ليست كافيه، هل المفروض اساعده؟ ولكن يا نهار ابيض، اورون بيكرر التعويذات مره واثنين وثلاثه لحد 5 اضعاف على جسمه. ده جنون يا اصدقائي. سيلما اقوى معززه عمرها ما بتقدر تكرر تعويذات الدعم اكتر من مره في نفس الوقت. اورون حاليا بيستخدم 30 تعويذه دعم في وقت واحد على جسمه، ده غير تعويذ الهجوم اللي المفروض يستخدمها بعد كده. كل ده عبء تقيل جدا على جسم اورون، علشان كده هو محتاج يهزم التنين بسرعه. بيقفز للاعلى واثناء هجومه التنين كان هيهجم عليه ولكنه بيستخدم احدى تقنياته وبيصنع دعامه يقف عليها في الهواء. بيقول اورون ان دي مش سحر وانما احدى قدراته اللي قدر يطورها. بعض الناس بيكون عندهم قدرات لو اهتموا بيها يقدروا يستخدموها زي السحر. المهم ان اورون بيهجم بسيفه اللي عززه والمره دي الضربه بتجرح التنين. صوفيا بتقول له انت مذهل يا اورون، ولكن اللي عارفه ان اورون جسده بيتدمر تقريبا هي سيلما اللي حاسه بالعجز ومش عارفه مفروض تعمل ايه. اورون بيقف قدام التنين اللي جسده اصبح بنفسجي علشان بيستخدم دلوقتي اقوى تقنياته. اورون لازم يتصدى للهجمات والا الجميع هيتاذي. بيقفز اورون للاعلى وهو بيتفادى وابل من الهجمات الجايه عليه. بيتفاداهم وبيصنع جدار علشان يحمي البقيه. يا اورون لازم يهاجم ويدافع في نفس الوقت. حاليا دلوقتي يا اصدقائي اورون عامل زي الفرقه الكامله لوحده. بيصنع اورون تعويذات للهجوم حوالين التنين. كل التعويذات بتهجم عليه في وقت واحد ولكن برضو التنين مش بيتاثر بتلك التعويذات. اورون بيجمع السحر على سيفه وبيطلق هجوم هو الاقوى لحد دلوقتي، ولكن التنين الجبان بيهرب والهجوم بيقطع ديله. اورون بدا اليأس يتسلل ليه ولكنه برضو عمال يجري ويتفادى ضربات التنين. بيقول انا مش هستسلم. سيلما بتحاول تساعده ولكن اورون بيقول لها لا انا مش عايزه اتشتت، ركزوا فقط على حمايه الاخرين. اورون عمال يهجم وبقى متعب جدا حتى سيفه اتكسر من كتر الضربات. بيقول اورون الضربه الجايه لازم نهزمه فيها، وبيستخدم تعويذه اسمها دمار وبيظهر له سيف تاني وبيطير اورون لفوق وبينزل بكل سرعته على التنين. بيهجم عليه التنين برضه ولكن اورون بالسيف وبيدمر ضربته، وزي ما اورون قال بضربته الاخيره بيقدر يهزم التنين الاسود لوحده. الكل مش مصدق وبيجروا عليه وهم فرحانين. بعد النهايه القويه دي يا اصدقائي فرقه البطل بتوصل عند الديماس. الحمد لله على السلامه، خلاص محدش بقى محتاج لكم. التنين الاسود ميت طبعا وبالتاكيد كلهم مصدومين. ده التنين اللي كان هيموتهم من كام ساعه. لونا بتشوف اورون وبتجري عليه علشان تعالجه ولكن بيقول لها لا. بتلاقي لونا ان اورون لوحده اللي مصاب والكل
سليم، فبتعرف ان هو قاتل التنين لوحده. اورون بيمشي قدام فرقته القديمة بعد ما هزم لوحده التنين الاسود. طبعا هما دلوقتي مذلولين وعرفوا قيمة اورون اللي كان بيعمل في صمت ومش بيظهر قدراته. هما اتغروا طمعوا وفقدوا واحد من اقوى المعززين والمهاجمين. بعد المعركة القوية دي اصدقائي، تاني يوم اورون بيصحى وهو تقريبا حاسس بالوجع في كل جسمه. دي ضريبة استخدام القوة المفرطة. بتجيله سلمى اللي بتشكره على انقاذه ليهم ولكل طلاب العشيرة، وبتطلب منه ان هو يجي للعشيرة علشان الرئيس فينس عايز يشوفه. بيروح اورون لهناك وفينس بيشكره وبيقول له على طول كده انا عايزك تنضم لينا، هتكون السياف لاقوى فرقة عندنا، الفرقة الاولى، بالاضافة لانك هتكون ملازم. بيتفاجئ اورون من هذا العرض وخصوصا مرتبة عالية زي الملازم. بيقول له فينس انا مش عايزك تتفاجئ، انت اظهرت القوة والخبرة الكافية للوصول لذلك المنصب. اورون شكله متوتر وهذا العرض لا يرفض بالتأكيد، ولكن بيقول لهم ادوني وقت افكر وهرد عليكم. بعدها بيجي استدعاء لاورون من النقابة وبيروح علشان يقعد مع فرقة البطل، وبيقول للرئيس ان فرقة البطل استهتروا بالطابق 92 وده اللي سبب المشكلة كلها. بيغضب اوليفر وبيقول له انت مين علشان تحكم علينا؟ احنا معانا معززة اقوى منك وكلامك ده علشان انت متضايق ان احنا طردناك. بيقول اورون لاوليفر في الحقيقة ده مش مضايقني، اللي مضايقني هو انك فاكر ان دور المعزز ده شيء سهل. بيقول له اوليفر ايوه سهل، كل اللي بيعمله ان هو بيقعد ورا ويستخدم التعويذات. بيغضب اورون وبيقول له انت غبي زي ما توقعت. بيبدا اورون يتكلم وبيذكر كل تفاصيل القوة الخاصة باوليفر ودريك واونيلي. بيقول ان المعزز لازم يكون عارف كل هذه المعلومات وفي نفس الوقت قادر ان هو يستخدمها داخل القتال. ده غير ان هو المفروض يراقب مجريات القتال ويوجه الجميع ويتوقع ايه اللي هيحصل. فهل كل ده هو شيء سهل يا اوليفر زي ما انت شايف؟ واورون يا اصدقائي حط على اوليفر جامد وخلاه ساكت ومش قادر يتكلم. بعد الاجتماع ده بيروح لجده ويحكي له عن عرض عشيرة الارانب للانضمام ليهم. بيتكلم اورون وبنعرف ان هو حاليا مش هيقبل هذا العرض. اورون بعد الصدمة اللي خدها في فرقته واصدقاء طفولته بقى حاسس ان هو لما يكون لوحده ده هيكون احسن ليه. بس برغم كده من كلام جده وكلامه معاه، اورون بيظهر ان هو نفسه في مكان ينتمي ليه. هل فعلا عشيرة الارانب الفضية هي المكان اللي اورون هيحس بالانتماء ليهم؟ ده التساؤل اللي بيدور في دماغ اورون حاليا. في المساء وتحت ضوء القمر، صوفيا بتروح لاورون علشان تطلب منه ان هو ينضم ليهم. بيقول لها اورون انا هسألك سؤال، ايه شعورك تجاه عشيرة الارانب؟ بتقول صوفيا ان هو ده المكان اللي علمها كل حاجة، عندها مشاعر حب كبيرة جدا تجاه هذا المكان اللي هو بيتها. باختصار هو ده المكان اللي بتنتمي ليه. لما صوفيا بتقول هذا الكلام بتساعد اورون ان هو يتخذ قراره، وبالفعل يا اصدقائي اورون بيوافق وبينضم لعشيرة الارانب الفضية. دلوقتي مرحلة جديدة من حياة اورون خلاص هتبدأ. يا ترى هل قراره ده هو الصحيح ولا اورون تسرع وكان مفروض يفضل لوحده؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء القادم من حكاية اورون. ولكن بكده نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي اتمنى من كل قلبي ان هو يكون عجبكم يا اصدقائي. ولو انت كملت لحد هنا يا صديقي فانا بحب اوجه لك شكر كبير جدا. فاشوفك ان شاء الله في الجزء القادم وسلام.